جبتي 10 في الوطني وكتشوف بلي القرايه برا حلم متبخر، جيت باش نقول لك بالعكس انك تقد تقرا برا، بل في وحده من احسن الدول في العالم. زيد على ذلك انك ما غاديش تحتاج نقطه عاليه، غادي تهنى من المصروف، ما غاديش تحتاج شهاده كفاءه لغويه ولا حتى الضامن. غادي تقول لي اوروبا، امريكان، كندا، كل اختيارات زوينه، ولكن المتطلبات ديالهم ماشي سهله. خاصك نقطة مزيانة، شهادة كفاءة لغوية، وحتى إلا عندك هادشي كامل القبول ماشي مضمون. وبلا ما نهضروا على تكاليف المعيشة اللي غالية بزاف. دابا إلا قلت لك كاينة طريقة أحسن، بلا صداع بلا عراقيل، أنا كنهضر على القراية في وحدة من أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، الصين. الصين عندها جامعات مكلاسية بين الأوائل عالميا، والجزء الزوين من هادشي كامل هو أنك ما غاديش تحتاج نقطة عالية، ما غاديش تحتاج شهادة كفاءة لغوية باش تقبل. المنحة اللي كتوفر إرشاد غادي تقرا فابور وتسكن فابور، وتقد تختار أنك تقرا باللغة الصينية ولا الإنجليزية. علاش عجبتني وكالة إرشاد؟ راه ماشي كتقدم غير منح دراسية، راه كترافق في كل خطوة من اختيار التخصص المناسب لك إلى اختيار الجامعة، وتتبقى معاك في اتصال حتى تاخذ القبول الجامعي ديالك. اسيدي حتى تحط رجليك في الصين وكتسخن بلاصتك، راه ارشاد تتقدم استشاره مجانيه وكتجاوب على كل تساؤل ديالك. واش فريمون باغي تقرا في الصين؟ تواصل معنا ولا عمر الفورميلير اللي في التحت باش نقدروا نتواصلوا معك، راه حتى حاجه ما بعيده.